سلام سلام، مرحبا بكم في قناتي مطبخ فوزية. جبت لكم وصفة اليوم كسرة الرخساس في فرينة القمح مع السميد المتوسط. جاتني الوصفة بزاف بنينة كأول تجربة ليا. أنا نبغي نشربها بالقهوة مرة مع دبسة تمر، ننصحكم تجربوها تجيكم بزاف بنينة وما تديلكمش بزاف تاع وقت. أنا درت لي حوالي نص ساعة. عندي الفرينة الكاملة من القمح اللي لا مارك تاع عمور، أنا خدمت نُص باكيت تاعها. صفيتها من قبل، يعني لازم تصفوها، أنا صفيتها، والناس اللي ما تبغيش تصفيها تقدر تخدمها كامل بلا ما تصفيها. ومن بعد زدت معاها السميد المتوسط ماشي الرقيق، المتوسط، زدت معاه كيلة ونص، بيان سور تخلطوهم، يعني الكيلة الأولى زدت معاها نص ونخلطوهم مع الفرينة اللي صفيناها. أنا السميد ما صفيتوش، إذا تحتاج تصفوه صفوه. زدت معاها الملح نص ملعقة كبيرة ملح، وزدت معاها ملعقة صغيرة خمارة الخبز، وزدت معاها ملعقة صغيرة دبس التمر، وزدت معاها الزب ماشي السمن، عفوا السمن، سمن. زدت معاها ملعقة ونص كبيرة، وزدت معاها ملعقة كبيرة تاع زيت الزيتون، ونخلطوهم. بالنسبة للزبدة ولا السمن تبقى اختياركم. كاين الناس اللي تبغيها بزاف تجيكم بزاف بالسمن، كاين اللي تبغيها حاجة قليلة. أنا نبغيها حاجة قليلة، ما نقدرش ناكلها تكون فيها سمن بزاف. أوكي، تبقى اختياركم واش تزيدوا. وزدت معاها الماء الدافئ، زدت معاها ماء دافئ ونلمّو الكسرة تاعنا نلمّوها تدريجيًا. أنا جاتني حوالي 3 خبزات يعني. الأولى كبّرتها شوية، الزاوجة في الماية، الثالثة صغيرة، يعني ما قسمتهمش كامل كيف، تبقاو نتوما تقسموهم كامل كيما تبغوا نتوما، عادي. أنا ما عنديش إشكال كيفاش قسمتهم. بديت لكم بالخبزة الكبيرة اللي درتها الأولى، تخدموها باليد، ومن بعد تخدموها بالحلة، يعني تحلوها باش تساعدكم. أنا ما زدتلها خليتها simple، يعني ما شكلتهاش، خليتها كيما راهي، خبزة دائرة. المهم راكم فاهمينّي. بيان سور نطيبوها في الطاجين تاعنا، باش تشوفوا كيفاش خرجت لي. ننصحكم تجربوها، جاتني صراحة بزاف بنينة، و ميم طون تجيكم هشيشة وخفيفة. إن شاء الله عجبكم الفيديو تاع اليوم، متنساوش تدعموني بجيم، كومنتير، بارطاج الفيديو. نقول لكم شكرًا على المشاهدة، ونخليكم نقول لكم باي باي.